قصة يقولون ان غريب الحبابي رجل كانت عنده عقارات وكان له بيت ومجره في منطقة، والمستاجر كان وفي كل سنة يحول عليها الإيجار. نعم. عدة حدود 7 سنوات 8 سنوات. يوم جاء بعد هالعدد في سنة من السنين ما جاء الإيجار، انثر السنة اللي بعدها ما جاء. ركب غريب وراح للرجال وطق على البيت. عندما طق على البيت ردت عليها المرأة، قال هذا بيت فلان؟ قالت له نعم. قال فلان وينه؟ قالت انت من انت؟ قال هاك الرجال. قالت فلان الله يرحمه توفي ميت له 2 سنين، الله يرحمه، من يوم توقف الإيجار الرجال. حزن الرجال على رجال وفي ورجال كان يمكن يعرفها ولا ما يعرفها الا عن طريق الإيجار البيت، لكن يعرف ان الرجال انه وفي. قال طيب والإيجار لكم 2 سنين، حال عليكم الإيجار ما وصل الإيجار. قالت والله مثل ما عندنا شيء، انهد طاح عمود البيت والباقي ورعان وبنيات ورعن صغير ما في شيء. قال طيب بكرة الظهر ولا قبل الظهر الموعد تجيني عند الشيخ وتجيبين لي الولد معك. صاحت المرأة تكفى يا غريب، لا تفضح عند الله ما عندك. لا والله ما عندنا ما نقدمه. قال يا بنت الأجواد ماني بضاركم، إثبات حقوق والإثبات الحقوق مطلوبة. المهم كثر قال موعدنا. قالت زين. بقت ليلها ومساهل لي ما نامت ويا ناقلتها الهام، ما تدري وش بتواجه، ما في معنى، ما تدري هو بيلزمها ما خطر على بال دفع الإيجار ولا يلزمها ولا يطلعها من البيت ولا المصيبة تعاني منها. يوم جاء الموعد وتاخذ ولدها، ولد بعد صغير، توديه. يوم جاء عنده يقابلها عند باب المحكمة وياخذ الولد بيده ويدخل به على الشيخ. قال يا شيخ هذا صك البيت اللي هو هذا ساكن فيه ويا خواته، أبيك تفرغ من اسمي إلى اسمه. الله. وبيه وقف الإخوانه كله بعد ما يتصرف فيه. الله يغفر له. هذه من مواقف. الله أكبر، موقف جميل.